خاوتي بون قبل ما تبدا الحلقة سامحونا ولا غير قلت سيري رمضانية وتكمل في رمضان كملتها في رمضان إيه، شغل صراحة خطأ مطبعي برك الروطار هذا مشي بالعاني سامحوني والله غير سامحولي ما يزيدش يتعاود ان شاء الله يعني مانيش عارف على كل ان شاء الله ما يزيدش يتعاود و شو كنت راح نقول لكم كتير مو طولت يعني عبالي نسيت واش صار في الزوج حلقات الاولى دوك ديروا ريفيزيون باش تولوني سير سامحونا سامحونا وفرجة ممتعة ان شاء الله تعجبكم الحلقة تاع اليوم. وهو خالد مريح يخمم في الكتاب ومنه حتى جات أسيل من مورا خالد ربي شنو هذا الصوت اللي خرجته خاطي بنعرفش ندير صوت تاع طفلة بالتالي تم سيعفوني. أسيل قالت لخالد باللي إذا دايما يهدر وحده ايه موالف نورمال. وهي جت تسمع حكاية خالد كيما قاتلوا المرة اللي فاتت وقاتلوا بلي كانت مشغولة عليها طولت عليه هذه المدة قاع حتى الضوء يا ما طولتيش وكان زدتي شوية شهر برك المهم والله غير التخمام الداني بعيد كنت نقول بلي توما المهابل وهذه البلاد بيزار ومن ماني خايف ذوكا من اللي قدام الناس يولوا يعيطوا لي انا مهبول بلادكم بيزار بزاف على بلادي. اسيل سقساتو واش اسمه بيسك المره اللي فاتت ما قالهاش من بعد يحكي لها على بلاده. قبل ما نبدا نحكي قولي لي شحال كاين هكاك ابيبري من نسمة في زيكولا. هي مشات خطوات للبحيرة على اساس انه عدد الناس تاع زيكولا كبير وقالت له انه هما 300 الف نسمة هكاك وزيد قالت له انه البلدان الاخرى طردقين كثر فيهم بزاف الاف الغاشي. وين تباتوا عم باك بلي مصر فيها اكثر من 80 مليون نسمة وما نحكي لك على الصين نورمال قهوة مريحين فيها اكثر من زيكولا باش نقول لك وزيد العالم اللي عايش فيها انا في اكثر من 7 ملاير نسمة على كل. وكيف يأكلون ربي الصوت الطفلة هذا. المهم وكيف يأكلون يا صاحبي تخمي غير في الماكلة بس يأكلوا متخميش ولا عندنا المنتوج ومن مش احنا في الجزائر بصح بلادكم بيزار تتعاملوا بالذكاء وما عم باليش ومن انا هذا صواب مانيش مولفهم في بلادي. هنا اسي قلت العلامة يخممش بالعكس ويقول انه بلاده هي اللي بيزار ويتعاملوا بالورق وارزي كل معاملاتهم هك وكل بلد ومعاملاته وفي بلدها اللي اسمه بيجانا يتعاملوا بالمقايضة. ايه المقايضة نورمال هذه. اما شوفي هذه زي كل البدية حسبتها بلد منعزل ولا حاجة كيما كانوا يحكوا لنا في تلفزيون بكري مي ما ظهرت كاع هكا تلفزيون والو من بعد نحكي لك عن بالي ما تعرفيش صبري دقيقة هذا تفكرت. بون هذه ساعة نحسبوا بها الوقت عندنا هي راهي مخسرة كأن ما جاتش مخسرة كنت نخمم مدها لك كادو. لا خالد لا تفهمناش هك هنا على كتاب يقول هك شعفني. نحن في بلدنا هناك عمال يحسبون الوقت ولهم أجور على هذا العمل ليسوا مثلكم يحسبون اليوم والأسبوع والشهر كل على حدة ويكتبون كل واحدة برمز محدد على السور زي كول العالي فارغين شغل. بعد ما قصروا مدة طويلة أسيل راح تبقى خالد فاطن اللي قاعد يخمم غير في الكتاب وفي أسيل بزاف أكثر من الكتاب شاموتي. غد من ذاك راح يخدم عاود تلاقى بزوج سراقين الخراقين تاع المرة اللي فاتت باش يمد لهم حقهم مدراهم. يمن شو صاحبي خصني حصان الله يسهل كاش تقول لي مين نشري حصان ولا حصان ولما قد تحتاج لحصان فهي غالية الثمن يا ودي باش نحوس على هذا الكتاب قادر يخرجني من هذه زيكولا قاع انا حاب نلقى مولاه بالخف ثم لازم ندور زيكولا حتى نصيبه. لكن ماذا عن عملك وثروتك ألا تخاف من غباء نورمال عندي الدراهم يكفوني نكمل عام بلا ما نولي أغبى حتى وليت أغبى نهرب في نهار زيكولا وصاي. لكن يا خالد إن خرجت من زيكولا فقيرا ستعود لبلدك غبيا أيضا كما خرجت ومريضا وسيكون هناك شيء واحد يميزك عن غيرك في بلدك وش هو الغباء. حرش بيا يامن حرش صحيت يامن ولا يحرش بيا انا هل تقلق من يامن وطه حس بلي ذاك الخبر صدمه لازم يخرج ذكي ولا ما فيها. بعد مدة جت أسيل تسقسي على خالد وين يخدم حتى لقات يامن. أسيل الطبيبة نعم أنا أبحث عن خالد هل رأيته؟ أجل لقد ذهب غاضبا من هنا ولا أدري أين هو حقا.
غاضب؟ هل من الكتاب؟ ديجا حكى لك على كتاب؟ لا نعم أظن أني أدري أين سأجده. هنا أسيل جت تقول لخالد بلي لقات فكرة تقدر تعاون خالد بها باش يلقى كتابه ومنها يحوس على هذا البنادم اللي يحوس عليه، والفكرة هي أنه يخدم معها فرم ليك شغل، هي طبيبة هو يعاون، وزيد انه خالد راح يعاونها برك في المرضى الرجال، وبعد ما يكمل يتفرغ يروح يقلب على كتابه هذا ما بيد ما يكملوا النهار. خالد قبل ديريكت، خالد من الفرحة راح شرا حوايج جدد. عمي اخبطنا بواحد كارانتيطا كبير، تشتري ملابس جديدة بهذه السرعة؟ ابقى تحسب لي تبقى الناس كيف دايرين. ومن بعد غد من ذاك جات اسيل وراح راحت هي وخالد العربية بدأت تتلف لي، بداو يحكوا وقاتلوا بلي راهم رايحين للمنطقة الوسطى وين يعيش الحاكم. نظام الحكم في زيكولا ملكي ولا رئاسي؟ قاتلوا أسيل انه لا، كل حاكم عنده مدة محددة يحكم فيها اللي هي 5 سنوات وموراها يجي الحاكم اللي موراه، او ما كاش عهدات ولا منها. لا وجود لهذه الاشياء في زيكولا. أليس هكذا في بلدكم؟ ودي ما تعرفيش خير، بلادي هايلة بزاف. ما مهم انت لاباس لا فامي بس دقيقة علاه ما خدمتيش ديريكت عند الحاكم؟ اسيل ما تحبش تعيش خدامة عند واحد هكا تبقى عنده، حابة تعيش حياة حرة زعما ليها رفضت تخدم عند الحاكم. ما انتي لاباس. اسيل لقد اتيت في موعدك، لكن لحظة من هذا الذي معك؟ جينيتك وقيل. إنه مساعدي فقط. لن تحتاجيه اليوم. فزوجتي مريضة بعض الشيء وأريد أن تفحصيها. كعادة في مرتك ساي. إنه يوم حظك، يمكنك الذهاب لبحث عن كتابك ولك اليوم كله. خالد دار المنطقة الوسطى قاع وزاد حتى راح للمكتبة تاع الحاكم، ولكن والو ما بقاش حتى الريحة تاع الكتاب هذا ولا الريحة تاع البنادم اللي داه. لم تجد كتابك؟ أودي والو حوست حتى عييت. عندي لك خبرا سيسعدك. خطينا بالخبر هذا. زوجة الحاكم ليست مريضة بل هي حامل، وسوف تسعد أكثر إن كان حملها ذكرا. لا أقل حتعيطوا لي أنا ختنه. إن كان ابن الملك ذكرا فسوف تقام حفلة كبيرة تكريما له، وأيضا سيقام يوم زيكولا قبل موعده، وحملها أصلا في الشهر الثالث، يعني لم يتبقى سوى 6 أشهر. قولي والله غير هذا خبر شباب، هذا خبر شباب. ثم 6 شهور نحوس على الكتاب ونقلع فاش شيكور ما غير. دقيقة احنا في بلادنا اذا زاد الطفل نذبحو كبش اللي قدر، انتم تذبحوا بنادم؟ الله اكبر الله يستر. اسيل خلات خالد وقالت له بلي على سمانة تولي ليه ولازم يولي لخدمته القديمة وما يبقاش هكاك بلا خدمة. خالد بقى يخمم ومنك عوايدو، وغد من ذاك راح للخدمة تاعو وتلاقى بيامن كالعادة. يامن عم باك بلي بقى لي 6 شهور ونقلع من زيكولا هذي قاع. ماذا؟ الباب يفتح كل سنة يا خالد. كيف هذا؟ يبدي يامن عندي خبر قاسح حصري نيوز حصري. محرز ما يدري يجري صاي، هو قال لي. ماذا؟ يبدي الحاكم راح يزيد عنده طفل، ولا زاد راك تعرف يوم زيكولا والهربة. مبروك عليك اذا يا خالد، هذا حقا خبر مفرح بالنسبة لك وايضا لاطفال زيكولا كي يروا لعبة الزيكولا. اللعبة اجل تقم هذه المرة بسبب ان اغبى من بالبلدة هربوا وتبقى واحد. كيف هذه اللعبة بس؟ انها بسيطة، تصنع 3 دمى خشبية، كل دمية تحدد غبيا، وبعدها عليهم ان يختاروا 3 اماكن لكي يحموها من السهام. السهام تطلق من عجلة خاصة، وهذه هي اللعبة. وهذه اللعبة سهلة زعما؟ نعم انه من السهل جدا معرفة اماكن ضرب السهام، لكن ليس للاغبياء. صح يكونوا ما عندهمش ذاك نسيت. المهم غد ما شاء الله ايام. خالد راح للبحيرة وبقى هكا احتفات اسبوع، وجات الداتو اسيل وراحوا هذه المرة للمنطقة الجنوبية. عم بالك راني سمعت على لعبة زيكولا منا، ألم تكن تعرف عنها من قبل؟ لا كنت تعرف برك بلي انتي اللي تخيري أغبى بنادم في البلاد. أسيل عندها بزاف وهي الداوي تسمى دات خبرة كبيرة، ولا تعرف كل واحد شحال عنده من وحدة ذكاء أبيبري. شوفي لي تشوف أنا شحال عندي، شوفي حوالي 800 أو 900. برك. أسيل قالت له انه اغبياء في زيكولا يكون عندهم بالمية
وقل. الناس فيزيك ولا يقولوا غني لأي بنادم عنده أكثر من هذا الرقم تسمى ما يديرش عليهم بزاف. خالد انتبه بلي المنطقة الجنوبية ماشي كيما باقي المناطق، بل هي منطقة شبه فلاحية، ولا ماشي كيما المنطقة الوسطى غير قصور ومدنة، ولا وين كانوا في أطراف المدينة. وزيد راحوا باش يعالجوا بنادم مكسور باش يبدلوا له الجبيرة تاعو البلاط. أسيل ورات الخالد كيف يريقلها، ونخلات في خالد كيف تعلم بالخف وعرف يولي يريقل البلاط تاع السيد. هنا عرفته بلي يصلح طبيب، لكن عيطت له لكن عيطوا الأسيل من بيت واحد اخر، وراحت وخلات خالد وحده. وكي كمل يسقم بلاط السيد سمع مراه تضبح وجت تجري ليه وقالت له بلي تسحق طبيب، وجت تجري لخالد وتطلب منه باش يعاونها. يا ودي يا خالتي والله ماني طبيب، الصبر دوك تجي اسيل بخف. المرأة كانت خايفة بزاف على وليدها بزاف، ما قدرش تستنى وباغي غير تحلل في خالد. خالد ما صابش وش يدير وراح يشوف ولدها. خالد صاب الطفل مصروع وما فهمش اش بيه، وبقى غير يخمم حتى تفكر باللي النهار تاع اليوم كانت فيه السخانة 400 برا. ايا مس الطفل في راسو وصابو باللي سخون والحمى تاعو راهي طالعة بزاف. مي هكاك وما لقاش وش يدير، حتى خمم وشاف باللي في وسط الدار كاينه هاد العفساكة معمرة بالماء. ايا تبش أسيل جت تجري ولقات خالد مشمخ الطفل ومخلطها وحسبالها خربها. حتى يا ناض والله غير ناض يا ماشي غير انتي طبيبة هنا تاع طبة. أسيل انخلعت في خالد كيف يقدر يداوي هكا، وجات أم الطفل هذا باش تخلص خالد، لكن والله ما نديهم يا خالتي، والله أشيلو بهم شيكولا ولا زيديلو شوية من الذكاء يبان غبي والله. هنا خلاص تخدمت خالد، وكالعادة لازم يروح يحاوس على كتابه. مي زادت المنطقة الجنوبية حبطات وباش ما لقى فيها والو. كي راح ريح هكا شوية، جات ليه المرأة اللي سلك وليدها وقالت له انه شافت البنادم اللي راهو يحوس عليه، بلي هذا بنادم يشبه له بزاف، وزيد اللهجة تاعو غريبة كيما اللهجة تاع خالد. ها وين شتيه وين؟ متابعيني لايكات